عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا. احنا النهاردة هنقدم لكم طريقة فرد الشعر بالبروتين، وعندنا خلطة كويسة جدا للبروتين ننصح بيها كل الناس اللي بتشتغل والبروفيشنال اللي بيشتغلوا في البروتين ان هم يعملوا الخلطة دي. عجبتك النتيجة في الآخر اعمل اللي احنا قلنا عليه، ما عجبتكش علق وقول تعليقك بكل صراحة، وقول لا أنا عندي نتيجة أحسن من كده وبتتم بالطريقة الفلانية، وأنا هستنى كل تعليقاتكم على الفيديو عشان نشوف مع بعض إحنا وصلنا لحد فين. طبعا الشعر ده ما اتقسمش كده ولا اتجزع كده. تعالى، الشعر ده كان زي ما هتشوفوه في الصورة دلوقتي. أنا خليت مامتها قسمت لي الشعر طبعا علشان تساعدني. أنا طبعا مش كوافير حريم يا جماعة، أنا كوافير رجالي ماشي، بس بجتهد يعني، مش عشان اشتغل رجال حريمي ولا حاجة، لا، انا بجتهد علشان بحب شغلي. انا خليت مامتها قسمت لي الشعر كده زي ما احنا شايفين، كله مربعات خصل علشان تسهل عليا شغلي. هي 60 جرام جنجاه على 40 برلانت جولد اللي الاستاذ هشام عمل لنا الفيديو عليه، واحنا بنشكره جدا انه نبهنا لمادة محترمة جدا في الفرد. مادة مش مؤذية للشعر، بل مفيدة فعلا للشعر. وانا قبل ما استخدم جبت العلبة وقريت اللي عليها وعرفت ان المكونات بتاعته فيها زيوت مفيدة جدا للشعر، ما بتأثرش عليه، زائد ان نسبة الفورمالين فيه قليلة جدا. نخلطهم على بعض كده كويس ونبدأ نشتغل. نفك الخصل اللي ماما عاملاها لنا خصله واحده، خصله مع يعني واحده نشتغل فيها، وبعدين نشوف
كده احنا خلصنا الشعر كله مكوى، كوينا طبعا بالبروتين من غير ما نشطفه. لو حابين نشطف، في ناس بتحب تشطف البروتين قبل ما تكوي، وفي ناس بتشتغل على البروتين على طول من غير شطف. بشتغل على البروتين قبل الغسيل، بس طبعا بيبقى فيه شويه ارهاق شويه للصنايعي، شويه ارهاق شويه للزبون، بس بيديني النتيجه افضل. هنغسل الشعر ونرجع مع بعض نشوف النتيجه ايه. غسلنا شعر الرهوفه حبيبتي بعد ما فردناه بالمكوى. هو في ايه؟ وطبعا شايفين الشعر معانا انسيابي. انا عايز بس يا جماعه نشوف الفرق بين فرد البروتين وبروتين تاني. شايف لمعه الشعر؟ تاثير البرلانت جولد مع الجنجار. الشعر لامع وسايح زي الحرير. اوعدكم ان الفرد ده هيقعد على شعر الرهف اقل حاجه سنه وهيتنه مفروض زي ما هو كده. بتستخدم مشط فرق وكلام من ده علشان خاطر تفرق الشعر. لا، احنا هنفرق الشعر بالفرشه من الاول للاخر كده، ونروح جايين قاسمين الشعر، ماسكين الخصله دي كده بايدينا ونقسم الشعر. اهو اتقسم معانا الشعر من غير مشط فرق ومن غير اي حاجه. وشايفين اللمعه بتاعت الشعر عامله ازاي مع البرلانت جولد وبروتين الجنجان الاتنين مع بعض. الحمد لله احنا بنحب بس كده نحط البسمة على وشوش اطفالنا. ايه رأيك يا رهوفة يا حبيبتي في شعرك كده؟ حلو. حلو وجميل. ده كان الفيديو بتاعكم معانا النهاردة على قناتكم مجنون حلاقة. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم الحلاقة.